أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا في أفضل صحة وسعادة. حضراتكم طبعا متعودين معانا من أول يوم ما عملنا القناة هنا، وإحنا مخصصينها لأخبار النادي الإسماعيلي، مخصصينها إن إحنا نسلط الضوء على أبرز المشاكل والأزمات اللي بتواجه النادي الإسماعيلي. حضراتكم متعودين معانا دايما إن إحنا على طول في ظهر النادي الإسماعيلي، وجودنا ووقوفنا قدام الكاميرا هنا عشان نساند ونفضل كلنا مع النادي الإسماعيلي. وبما إن حضراتكم متابعين لكل الأخبار اللي بتخص الإسماعيلي، أو يعني متابعين للشأن الداخلي للنادي، شايفين طبعا إن الوضع بقى صعب جدا جدا، وإن الأمور للأسف راحة في سكة يعني مش هتليق بقيمة النادي الإسماعيلي. على قد ما بنقدر بنطلع نغطي أخبار النادي الإسماعيلي أو نطرح المواضيع كلها عشان ناخد وجهة نظركم فيها. الفيديو ده الحقيقة أنا عامله مش عشان أناقش أي مشاكل تخص الإسماعيلي أو أطرح أي أخبار نهائيا. أنا عامل الفيديو ده عشان أخد وجهة نظركم وأعمل إيه أو أتصرف في إيه خلال الفترة اللي جاية. أنا الحقيقة بيصعب عليا فكرة إن أنا كل شوية أعمل فيديو، وللأسف كل الأخبار اللي فيها بتكون سلبية تماما، وإن كمان للأسف ما بيبقاش فيه مشاهدات، لأن حضرتك كمان وأنا بحط نفسي مكان حضرتك أنا هخش أسمع فيديو ليه مليان سلبيات ومفيش فيه أي إيجابيات، وإن الأمور صعبة داخل النادي الإسماعيلي. فنقدر نقول يعني إن خلاص المشجع الإسماعيلاوي زهق، ويعني جاب آخره فكرة كل شوية أخبار سلبية أخبار سلبية. فنقدر نقول إن معظم الناس بدأت يعني تدي ظهرها للنادي الإسماعيلي خلاص، وقال لك بقى يا عم ده إحنا ماشيين بالعافية، فالنادي الإسماعيلي أصلا هيخلص علينا. فانا الحقيقه عامل الفيديو ده زي ما قلت لكم عشان اخد وجهة نظركم. فكره ان انا استمر في تغطيه اخبار النادي الاسماعيلي او ان انا اتكلم باسم جمهور الاسماعيلي، بشوف ان الامور دي بقت صعبه جدا. زي ما حضراتكم عارفين يعني ان اصلا مفيش اخبار او الظروف جوه النادي مش احسن حاجه، فانا هطلع اقول لك ايه او اطلع انقل لك الاخبار السلبيه دي كل شويه، فحضرتك كمان هتزهق من النادي الاسماعيلي وهتزهق مني شخصيا عشان انا كل شويه بطلع اقول لك اخبار لا حول لها ولا قوه. فانا باخد وجهة نظركم، هل ان احنا نتوقف عن فكرة نشر اخبار النادي الاسماعيلي او نتكلم عامة باسم النادي الاسماعيلي ونبدأ نتكلم في مواضيع كرة تانية واخبار الاندية التانية؟ بس انت حضرتك مشترك معايا في القناة هنا على اساس ان انت تسمع اخبار النادي الاسماعيلي، فطبعا لما اطرح على حضرتك اخبار زي الاهلي او الزمالك او المصري او الاتحاد، فحضرتك مش هتكون متقبل الموضوع ده. كمان عايز اقول لك ان بيجي لنا بعض التعليقات فكرة ان الناس مبسوطة من فكرة الاهداف، او ان احنا نتكلم عن السير الذاتية للعيبة، او ان احنا نشرح الاهداف اللي احنا بنعرضها من خلال الفيديوهات القصيرة. فانا الحقيقة مش عارف ومحتار اعمل ايه، فحبيت ان انا اعمل واشارك مع حضراتكم الفيديو ده عشان تكتبوا لي في الكومنتات تحت وتقولوا لي وجهة نظركم اعمل ايه خلال المرحلة اللي جاية. اتكلم على نادي الاسماعيلي زي ما انا، ولا ناخد استراحة شوية ونبدأ نتكلم في اي مواضيع تانية؟ لان للاسف الامور بقت صعبة جدا جدا جوه النادي الاسماعيلي. وزي ما حضراتكم عارفين احنا مرضناش ننزل فيديو او نتكلم عن المشكلة الاخيرة بتاعة حمدي النقاز، لان للاسف قمة العشوائية والتخبط اللي بتحصل جوه النادي الاسماعيلي. فكرة ان المحامية السويسرية تطلع وتقول لك اصل في حد كلمني وقال لي ان انا مرفعش استئناف، وده بيضر بمصالح النادي الاسماعيلي واهدار المال العام. فكرة بقى ان الكلام اللي طلع ان المهندس نصر ابو الحسن بعت للمحامي السويسري اللي هو كان متعاقد مع الاسماعيلي وقال له ان في تدخل حكومي من المحافظ ومن وزير الشباب والرياضة، فانا عايزك ترفع قضية على الناس دي عشان هم احالوني للنيابة واقالوني من منصبي. فيعني الحقيقة زي ما بقول لك كده اخبار عشوائية واخبار سلبية، وان مشجع الاسماعيلاوي يعني مش ناقص ان احنا نحبطه اكتر من كده. عشان ما نخرجش بره سياق الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات تحت نعمل ايه خلال المرحلة اللي جاية، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.